ملف لا دروغ موجود صحيح والجنرال كمال متورط فيها. اشياء لا تصدق. قد هزيل هذا الموظف البسيط في وهران يجيب لنا خيوط شبكه دوليه موجوده في اسبانيا وبريطانيا وايطاليا. اكيد ان التقرير هذا كان مقصود بهدف. في يوم ما كان هناك جنرال متهم في المتاجره بالكوكايين في وهران. شوف حضرات باش نتفاهموا، قلت له احتراما لهذاك الرتبه تاعك في هذا الموقع هذا للمؤسسه اللي تمثلها، جاوبت بصدق، لكن هذه الاولى وهذه الاخرى. كاين واحد نزل والله سميه ملها ولا سميه اسمه فورلامون، الجماعه راهم يعرفوه في الخرجه تاع التينال تاع باش نروحوا لعين الترك مباشره من لابيشير نخرج يجيك فورلامون. هذا ملك، كان ملك عسكري بقرار من الشاذلي، لان الشاذلي الله يرحمه كان يدور بزاف في وهران. في يوم ما قرر باش هذا المكان هذا يحولوا للولايه في وقت بغداد العلونة على ما اتذكر في الثمانينات، وداروا محضر تحويل من الناحيه العسكريه للولايه. داروا في الولايه في هذاك الوقت اعلان كراوه لواحد مواطن يستغلوا كفندق واستثمر فيه. كي جا الجنرال كمال لقى جماعه يسهروا فيه ما يشتيهمش، هذا الكولونيل عبدو، الكولونيل عبدو عز الدين، الكولونيل وهاب وغيرهم، لازم يسترجعوا. قال لهم استرجعوا، دار الاجراءات مع وزاره الدفاع باش يسترجعوه. كان المفروض يخبرني انا كوالي، لان هذا هو موضوع تصرف الولايه، والولايه راهي في تعاقد مع مواطن واستثمر فيه هذا المواطن. تمكن من استرجاعه؟ ما هو استرجعه، استولى عليه بالقوه. هذا المواطن في يوم ما هو قاعد، وحده عسكريه دخلت داخل الفندق بالكماين، ما هو شمعت بالكماين، هزوا الاسره الطوابل كذا، هزتها في يعني عمليه مش عارف كيفاش نصور بها، عمليه غير اخلاقيه، غير. جاء هذاك السيد استقبلته يبكي بالدموع، صدقني يبكي بالدموع. قال لي سيدي الولي انا ما راح اشكي. قال لي ما تجيش يدير لي هكذا. كيف ما راح اشكي وانا راني كاري على الولايه، ما عندي حتى علاقه بالجيش. طيب كيف انتهت هذا الحكايه؟ انتهت واش راح ندير؟ سلمتها ما عندي ما ندير امام امر واقع. هذاك السيد حاولت باش عوضت له في عين الترك. ايضا سي بشير، المشاكل اللي تعتقد انه جنرال كمال عبد الرحمن لم يغفرها لك؟ والله كثير من المحطات نتذكر، يعني من السلوكات نتاعي هذه ما نذكر، هذه نقاط يعني تشوف كيفاش السلوك نتاعو معايا، ما كناش على وفاق. حكيت لك حكايه نتاع 700 عائله اللي طردهم. كنا في الشتاء او في نهايه خريف 96 ونحن على ابواب الاستفتاء على الدستور تاع 96. قام بطرد ورمي واتذكر 600 700 عائله من العسكريين السابقين، عسكريين سابقين اعمالهم كانوا يسكنوا في سكنات يسترجعوا، موش حبوا استرجعوا طريقه كيف بطريقه واش راح نقول لك، ولكن القانون في صفه في الحكايه هذه. ولكن فيه شوف، طبعا القانون في صفه، القوانين العسكريه ما نعرفهاش انا بالضبط، ولكن فيه جانب اخلاقي، جانب انساني. الظرف كنا على استفتاء الدستور، الظرف اننا في الشتاء الى اخره، وهذا راهم مهما يكون راهم مواطنين وراهم خدموا، ولم يراعي هذا الجوانب وراهم خدموا المؤسسه العسكريه. واش درت باش تكفلت بهم؟ عيطت له قلت له حضرات موش وقتها ولا كذا. قال لي سي با مون بروبليم، تي سيتوايا هكا بعد. قال لي موش مشكلي، هذا مواطنين نتاعك. فباختصار طلبت منه باش يعطي لي واحد او زوج من لا ديريكسيون دو لاكسيون سوسيال، من مديريه النشاط الاجتماعي. درنا لجنه ولائيه فيها مجموعه نتاع متعاملين مع هذه القضايا، وحلينا المشكل نتاع حوالي 350 400 عائله اذا ما خاطرش الذاكره. سوينا لهم ضوئيه نتاعهم، سكناهم الى اخره. ايضا سي بشير، والله نكتفي بهذه. نذكر شوف يعني من السلوكات نتاع السيد هذا باش تعرف كويل صاجي. في يوم ما التليفون يسوني، قال لي شوف كان واحد صديق ماذا بيا يشوفك. استقبلوه وعاونوا. قلت له مرحبا به اذا كان في اطار. قلت له مرحبا. قال لي بالحرف الواحد بالعربيه، قال لي مسافه السكه. السيد خرج من عنده، هو عاود هز التليفون قال لي عباك شكون جايك؟
قلت له لا. قال لي وجايك الجنرال بن علي ذاك هو فريق. قال لي راهو ملحق عسكري في القاهره، قال لي راح يطلبك قطعه نتاع الارض في لاحيه، اعطي له كاسه يطيش عليك. وقال لي كلمه كبيره المقام ما يسمحش باش نذكروها. يعني ما فهمتش انا هو بعثه لك وحرشك انك ما تعطيهوش. حرشني وقال الكلام ماهوش مليح يعني، قال لي وفيه استقبلت سي بن علي، هو انسان كمجاهد نحترمه ونعرفه، تلاقيته قداه مره مع مع سي خالد النزار، استقبلته ووضحت له باللي ماهوش ممكن لي شوف النوع نتاع السلوكات اللي كنت نعانيها مع هذا السيد هذا. لكن ربما القطرة التي أفاضت الكأس هي حكاية بن صالح. قبل بن صالح لا سي بشير، الحكايات اللي حكيتها كاع ربما العهدة عليك، يعني قد تكون هي في منظورك صحيحة، قد تكون في منظورك صحيحة وفي منظور آخرين غير صحيحة. يعني في انتظار رأي جنرال كمال عبد الرحمن، حتى هو عنده الحق يقول رأيه في القضايا اللي حكيتها كل واحدة على حدة، وحقه في الرد طبعا مكفول. ولكن انت سي بشير يقولوا بلي مشاكلك في وهران وتحويلك منها وكل ما حدث لك بعد ذلك نتيجة إلى وقع لك مشكل مع بن صالح رئيس المجلس، رئيس البرلمان في ذلك الوقت، رئيس المجلس الانتقالي، رئيس المجلس الانتقالي في ذلك الوقت. أظن في استفتاء الدستور سنة 96 يقال أنك ربما بطريقة أو بأخرى أهنته في الاستقبال أو لم تستقبله، فضلت أن تستقبل ويحيى في الحملة الانتخابية على أن تستقبل الرجل الثاني في الدولة. وربما هو طبعا الرجل الثاني في الدولة لا يمكن أن يسكت على إهانة والي له، فتحركت كل المشاكل ضدك. والله يا سي محمد، شوف لما تدخل الدسائس وتدخل القيل والقال تحدث مجازر اذا صح التعبير في العلاقات بين الناس وبين المسؤولين. احكي لي ماذا وقع بالضبط مع بن صالح؟ شوف هذا سي بن صالح بشخصينا نحترمه، كانت عندي مكانه خاصه به، لاننا على الاقل ننتمي الى فكر واحد وثقافه واحده وانتماء واحد على الاقل. نعم. كنا في وجه الحمله على استفتاء على الدستور. نعم. يكلمني رئيس الديوان نتاعو المدعو عسول، قال لي في يوم معين ما نذكرش التاريخ بالضبط، قال لي راح يجيك سي عبد القادر بن صالح، راح يمر على المطار تاع وهران، ماذا بيك تستقبله في المطار وتعطي له سياره مصفحه باش يمشي لبلعباس. انا كان عندي معلومه باللي في نفس اليوم راح يجي سي يحيى كرئيس الحكومه وراح يدير تجمع على استفتاء الدستور في وهران. يعني وقعت في مشكله. بالنسبه لي مشكله بروتوكوليه يعني. لا ما بالنسبه لي ماشي مشكل بروتوكولي. قلت له يا ودي شوف، قلت له اذا كان جاوا مع بعضهم في طائره واحده ما كان حتى مشكل نستقبلها في زوج، الاخروي نعطي له قال لك على زوج سيارات مصفحه، الاخروي ياخذ سياره، وممكن يجي الوالي نتاع بلعباس يمشي معاه، كان شي بدوي والي في بلعباس، وانا نمشي مع سي يحيى. قلت له اذا كان جاء في كل واحد وحده، كل واحد في طياره وحده، انا نضطر باش نمشي مع رئيس الحكومه لان انا جاي عندي الولايه، مانيش من زيوط، جاي عندي الولايه، ما نقدرش نخليه. هذاك السيد مش عارف، قال لي علاش انت ما تعرفش الترتيب البروتوكول للشخصيات؟ قال لي بن صالح من ناحيه شخصيه هي الرجل الثاني، قال لك ساعه رئيس المجلس الانتقالي. قلت له يا اخي واش ندير الهضره هذه؟ قلت له روح انت في موقعي وسير هذه الحاله هذه. طيب علاش ما نسقوش مع بعضهم يعني؟ في النهايه دخلت انا عند مدير الديوان تاع سي يحيى، كان زروق شعبان الله يذكره بالخير، ونسقوا وفصلوا بيناتهم، فصلوا كل واحد جا في نهار وحده. اليوم اللي جا بن صالح وحده رحت طلعت للمطار. نعم. كانت عندي حتى خلفيه، انا بالنسبه لي المشكل حله. استقبلته في المطار، وفي هذاك النهار كانوا عرضوه المجاهدين تاع الولايه التاريخيه الخمسه، سي محي الدين بن عربه الله يرحمه، جماعه ما يعرفوه في وهران، سي الرائد رشيد المستغامي الله يرحمه، شخصيات تاع المجاهدين الولايه التاريخيه الخامسه في وهران، باش يديروا له عشاء. وانا كنت معروض ومعروض القائد الناحيه وغيرها من. كان باش يروح يدير تجمع في بلعباس، يجي يتعشى عند المجاهدين ويبات في الولايه والصباح يمشي. هذا سي بن صالح. انا والله من باب يعني ثقافه الدوله، هذا راه كما قال شخصيه وطنيه. كي جا باش يمشي جبدته هكا، قلت له سيد الرئيس كي ترجع بالعباس راك معروض على عند سي بن عربه. قلت له انا نقترح عليك، قلت له على بالك كاين مشكل بين
المجاهدين تاع الولايه التاريخيه الخامسه والمجاهدين تاع ولايه وهران وتضاربوا ووصلوا للعداله وكذا. قلت انت كشخصيه وطنيه لما تروح عند الجماعه هذو ممكن الاخرين يغيظهم من الحال وكذا. قلت له انا نقترح عليك نديروا العشاء في الولايه وتجي انت ونعرضوا الناس الكل، انت قائد الناحيه هما اللي جا مرحبا، باش يعني على حسن النيه. سي بن صالح مش عارف تاثر واش قال له هذا رئيس الديوان تاعو، قال لي انا هذو مجاهدين عرضوني لازم نروحهم، اما انت ما كنتش باغي ما تستقبلني. كما يقولوا تشوكيت، استغربت باش تستقبلك واش غادي ندير هناك باش تستقبل. قلت له تسمح لي سيدي الرئيس راني غلطت، لا يسهل عليه، اركب مشى. عيطت لقائد الناحيه على اساس معروض. قلت له نجي نشوفك، رحت قلت له فوالا، قلت له سي عبد القادر بن صالح راه مشى بالعباس وراح يجي يتعشى عند بن عربه. هذا بن عربه قلت مجاهد كبير معروف، وانت راك معروض، تروح ولا ما تروحش؟ بالحرف الواحد قال لي تيفو هكذا بعد الجنة، قال لي تيفو، قال لي واش داني ليهم؟ قال لي هذه قضيه جهويه وعلاه ما يعرضوش، علاه ما يروحش للمجاهدين تاع باتنا هكذا. بعد قال لي انا 6 شهور هنا وحدي معرضني ودرك بغاو يزوقوا بيا الجلسه، قالوا جا في الريجون كذا، قال لي ما نروحش، قال لي ما نروحش. بالسلامه. جيت خارج واحد الساعه ساعه ونص، عيطت لكم الوهاب تاع الديارس اللي راك تعرفهم هذه. قال لي ودي اللي كانت عندي علاقه به قبل ما ينكروا بي. عيط لي كل الوهاب، قال لي ودي، عيط لي شاف دريجي وقايد الناحيه، قال لي راه معرضوني عند المجاهدين وبن صالح حاضر، هل ترى نحضر ولا ما نحضرش؟ قال لي قلت له حضرت انا يظهر لي، علاش ما تحضرش؟ ما تخليش الكرسي فارغ. قال لي انا متاكد باللي راح يروح. في النهايه حضرتوا في 2. في النهايه حضرنا في 2. ماذا وقع في العشاء؟ واش نقول لك، كان من اثقل الايام او عليا. سي بن صالح مع شاف دريجون قاعدين هكذا في زاويه مع بعضهم بعض، وانا معزول وحدي. طبعا معزول بزاف الناس اللي، ولكن على الاقل على المستوى البروتوكولي واني كان يكون مع قائد الناحيه ومع رئيس المجلس الانتقالي، انا كنت معزول، كان واحد هم وكذا. يعني حسيت انهم خلاص قنعوا بن صالح انك انت ما حبيتش تستقبله؟ شكون اللي قنعوا؟ لا اقتنع يعني انه انت رفضت استقبال. شكون اقتنع؟ العلم لله. المهم بن صالح هذا موقف مني، غلطوا رئيس الديوان تاعو على ما اعتقد. وهي قبلها كانت مشاكل شويه مع حبيبي وحكايه طويله ما ندخلش فيها. واش التبعات تاع التبعات نتاعها؟ كملنا العشاء كل واحد روح، غدوه جويه ل 11 ل 10 ونص يعيط لي هذا الكولونيل وهاب. الكولونيل وهاب نتكلم عليه بزاف لانه كان اكتور، كان لاعب كبير على مستوى المخابرات المحلي، وكتعرف المخابرات المهمه تاعها. عيط لي قال لي نبعث لك ضابط يسموه ساعه كان كابيتان، قال له انا نعرف الكابيتان مروان يعطيك انفورماسيون كما قال هو 5/5، يعطيك معلومه اكيده 5/5. جاني الضابط هذاك استقبلته، قال لي حضرات راهو يقول لك اسمه الكولونيل البارح قائد الناحيه مع سي بن صالح راهم اتفقوا وقرروا باش يسلموا تقرير ضدك للرئيس زروال باش يعزلك، وقائد الناحيه راه تكلم مع بعض الناس الاعيان فلان وفلان، وقال لهم الايام نتاعو معدوده جدا، قضيه تاع 3 ايام 4 ايام تنتهي المهام نتاعو. وحدث ذلك؟ طبعا انا لما مباشره لما وصلتني المعلومه تاكدت مع هذاك الكولونيل، قال لي يعني اكيد اي موجود الخبر. طلعت للعاصمه، مشيت مباشره للرئاسه. قبل ما نطلب نشوف بتشين ولا كان عمار زقار، والله ما نتذكر كان رئيس الامين العام في عمار زقار الله يرحمه ولا طيار ياسين، واحد منهم في زوج نعرفهم اصدقاء، باش نشوفهم. قلت نروح نشوف واحد صديق كان سي ضرباني الخضر، كان ديك الساعه مكلف بمهمه في الرئاسه، كنت عنده في المكتب بقهويت، حوالي دقائق يدخل واحد قدمه لي هذا سي ضرباني، يعني نقدم لك العقيد كيفاش يسموه عبد الرحمن، هما يسموه تيجر، وقدمني انا سي ضرباني، قال لي نقدم لك سي فريك الولي تاع وهران. قالوا له تعرض هذاك السيد تخطف، قال لي فريك، قالوا له تعال، قلت له نعم، قال لي كمل القهوه تاعك ونحتاجك.
مشى قال لي ضرباني، قال لي يا ولدي هذاك قال لك نحتاجك الله يسترك. رحت له للمكتب، دخلت قال لي ريح، عيط لواحد ضابط صف يخدم معاه، جا قال له هات لي الامر بالمهمه نتاعك اورد ميسيون. جبد اورد ميسيون، قال لي هاك تشوف راني بعثه باش يسمعك اليوم، باش يجي يسمعك في قضيه بن صالح. ولكن يعني التقرير مشى الرئيس زروال. دوك نوصل لك. قال لي باش نوصل لك، قال لي باش نسمعك في القضيه نتاع كيفاش انت اهنت بن صالح وبس قبلتوش وكذا. قال لي تقرير طويل، ولكن الشيء اللي يهمني هو كيفاش انت تهين بن صالح. اولدي قلت له كيفاش انا بن صالح؟ حكيت له يعني كيما كنت نحكي لك باللي هاي الحكايه هاي من هذا وراني استقبلته، وهاي الحكايه باللي يعني على اساس وقعت في حرج بروتوكولي، ولكن احسنت التصرف في الموضوع. هذاك الكولونيل اسمه عبد الرحمن المدعو التيجر، لما ذكرت له كمال عبد الرحمن قال لي فيها كمال، قال لي هي، قلت له هي، قال لي كمال داخل فيها، قلت له كمال، قال لي مادام كمال داخل فيها، قال لي هذاك معروف تحت خلاط، قال لي ما تقلقش مادام فيها كمال. هذا هو. نسيت فقط باش نرجعك شويه للاشاره فقط. سي كمال اللي قال لي تيفو وما نحضرش وكذا وكذا، ولا قرر باش بعث له طائره هليكوبتر جابته بالعباس عنده حتى الناحيه وخبروني. يعني كان تعتقد انه كان يسمع كلام اي فوالا. هذا هو السلوكات اللي يعني اخلاقيا ما تجوزش. لما هذاك الكولونيل نتاع كان يخدم جابوه بتشين. نعم. جاب اعتقد زوج كولونات، جاب بتشين وجابوا عبد الرحمن وجاب شفيق مصباح كانوا يخدموا معه. وهنا بالمناسبه كاين واحد منهم ما نسميهش، قال لي في مناسبه، قال لي كان الجنرال كمال يعيط لي اسبوعيا، هذا واحد الكولونيل ثم قال لي يعيط لي اسبوعيا يقول لي لازمك تشوف بتشين ينحي فريك من وهران. نعم. فكان فريمون مداير عليا. لما جيت خارج من الرئاسه باش نختصر، ما جيت الرئاسه يتصل بي الكولونيل عبد الوهاب من وهران. نعم. قال لي تمشي حالا الجنرال اسماعيل وينتظرك باش يسمعك في القضيه هذه تاع بن صالح والتقرير وما تقرير. داروها لي افار ديطا وفارغه ما فيها والو. الجنرال اسماعيل الامن الداخلي في الامن الداخلي. الجنرال الله يرحمه. مشيت باش نمشي له، انا في منتصف الطريق هو عاود الجنرال وهاب عيط لي، قال لي يا ودي راه دار في حاله، قال لك ما تجينيش. قال لي لو كان يجيني يشوفوه عندي، وكمال عنده عيون بزاف في الثكنه تاعي، يخبروا كمال باللي فريك راح شاف الجنرال اسماعيل، او يقولوا باللي الجنرال اسماعيل هو اللي يحرك في فريك ضد كمال. نعم. قال لك روح شوف في عنتر، ثكنه عنتر هنا في حيدره، شوف الكولونيل كمال. رحت على ظهري عند الكولونيل كمال، استقبلني، قال لي يا ودي حضرته الجنرال اسماعيل مسحوا يعيط لي باش كذا. عاودت له نفس الحكايه. يعني تم التحقيق، ولكن هناك من يقول انه بن صالح هو الذي اشتكاك الى الرئيس زروال، والرئيس زروال امر بفتح تحقيق ضدك في القضيه هذه تاع اهانه الرجل الثاني في الدوله. هو اخر ما وصلني منذ بعد نتكلمك عليه منذ حوالي 15 يوم عن طريق مرسول من الجنرال كمال بعثه لي. الجنرال كمال عبد الرحمن ارسل لك مرسول؟ ارسل لي مرسول بهدف؟ طبعا هو مانيش عارف، هو موش هذا الاول. المرسول ارسل لي مرسول يقول له بلي انا ماذا بيا نتلاقى مع فريك ونوضح له بلي انا يا خاطي وما درت حتى شيء، بل بالعكس انا يا مستعد نجي نشهد باللي فريك مظلوم وما عنده حتى شيء ضده وراه مظلوم وسجن ظلما، وان بن صالح هو السبب، بن صالح هو يدبر المؤامره. وانا هذه حكايه بن صالح دبر لي المؤامره نستبعدها. ممكن بن صالح غلطوه في حكايه هذه نتاع اللي كنت نحكي عليها، لكن من بعد ساعه انا تسجنت بعد 5 سنين من الحادثه مع بن صالح صارت في 96. بن صالح ماهوش انسان تاع الدسايس، هذا ما كاينش. هذا كمال
بعث لي قال يا ولدي ماذا بيا نتلاقاه وكذا وكذا، هذا يعني اخر. ف ويقول كمال باللي رئيس زروال طلب منه تقرير على الوالي فريك، ودرت تقرير، ولكن هذاك التقرير ما وصلش زروال، توقف عند بتشين. ربما هذا هو المؤكد ان الكولونيل وهاب قال وتكلمها ورسمي باللي انا الجنرال كمال طلب مني تقرير اسود ضد فريك، وترددت، ولكن تفاديا لشره درت تقرير ضد فريك وعطيته للجنرال كمال، واخبرت الجنرال اسماعيل اللي هو المسؤول المباشر نتاع خبروه بالحقيقه، خبروه قال ولدي تفادي لشره هاو التقرير ضده كما بغى، ولكن الحقيقه ها هي. يعني الرجل دار زوج تقارير، تقرير مغلوط وتقرير حقيقي. هذه هي. وهذا التقرير هذا هو اللي بقى يتداول ضدي لدى حتى تم انهاء مهامي. طيب هذه الاسباب كلها سي بشير التي ذكرتها يعني في علاقتك، التشنجات اللي كانت بينك وبين الجنرال كمال، انت تعتقد انها كانت سبب في انه لما تفجرت قضيه الكوكايين يعني لم يجد شخص مناسب مثل بشير فريك انه يورطوا في قضيه اخرى، يدخلوا السجن من اجل التغطيه على الكوكايين؟ هذا هو قصدك؟ هذا هو قصدي. علاش؟ لان كانت عوامل اخرى اللي ممكن تساعدهم. كما يقولوا سي لا بيرسون لا بليز انديكي، يعني الشخص الاكثر قابليه للاتهام. ولكن في ملف العقار. لماذا؟ لأنهم متهميني بملف العقار. لان انا مش باغي نرجع بزاف لوهران وشي، لان احنا في وهران في هذاك الوقت كانت تعليمات حكوميه، رانا كنا في ازمه البترول $9 و8 كان الوسيله الوحيده باش نجلب المواطن هي توزيع القطع الارضيه والسكنات وغير. العقار هذا ما عاد بنا. فانا قمت بعمليه واسعه، وزعت 20,000 قطعه ارضيه. خليني هذا هو السؤال. المشاهد لما يستمع لك من بدايه الحلقه يعني يلاحظ انك تتهم الجنرال كمال بكل شيء، يعني وكانك تريد مسح الموس فيه والتغطيه على بعض التجاوزات اللي يقولوا اللي اثبتتها ربما المحكمه. انا شخصيا التقيت الجنرال كمال عبد الرحمن، سالته عن قضيه بشير فريك فقال لي انا لا علاقه لي بسجنه اطلاقا، يعني انا بريء وهو يظلمني عندما يتهموني بالوقوف خلف هذه القضيه اللي ما كان حتى دليل لحد الان. تكلمنا كثير من الوقت ولكن ما اعطيتناش ادله تثبت وقوف الجنرال كمال عبد الرحمن وراء قضيه سجنك. فريزة وين رايحة؟ عمو مشيمش حابة نشوف جنان ديرالنا. خليك، ما في غير فواكه مشبعة سكر، ملونات ومحافظات غذائية، عكس جنان نقاوس اللي كل شيء فيه طبيعي. ما عندي على واش نحوس، نبقى في جنينة نقاوس. نقاوس عصير الفواكه الطبيعية. سي محمد، المؤامرات لا تحاك في العلن، المؤامرات تحاك في الكواليس. الجنرال كمال بحكم الموقع نتاعو كان رئيس امن الولايه المدعو قوادر مختار كذا مقراني، كانوا عباره عن مأمورين، كان هو اللي كما يدير الانفصال. تقصد الذين حركوا التحقيق ضدك؟ هذاك حركوه علنيه. نعم. علنيه. رئيس امن الولايه يحقق بطلب من الوالي وانا نفتح قوس. لان سي محمد الامور متشعبه، لما نتكلم على الادله ما عنديش شيء مكتوب، لكن القرائن. وسي كمال ولا غيره اذا يجي يكذب. انا نعاود ناكد،
انا لما جيت هنا ما نجيش نتهم انا كمال بلا دروك، نحكي لك الحقائق تاع الدروك واش كاين. والتقرير تاع الدروك ما يقدرش كمال ينكروا موجود. لكن هل هو حقيقه غير قدم هذا مؤاخذ. هذا قد هزيل يجي ويدافع على التقرير. صح بالنسبه طبعا صح. لكن بالنسبه لربط العلاقه بين التحقيق الامني ضدي. طيب وش هي الادله اللي عندك؟ الادله اولتها هذا التقرير هذا الجماعه هذو وين كانوا منذ 4 سنين ونص. اذا انا قمت بالتجاوزات 4 سنوات ونص من حيز غادرة وهران، وخاصه القوادري 1.5 عام هو في وهران. لماذا لم يحرك تحقيقات حول بشير؟ لماذا؟ علاش حركها؟ شوف فقط بعد تفجير قضيه الكوكايين. نعم. قدازيل دخلوه الحبس لو 13 جوا 13 جوا 2001. نعم. 18 جوا فتحوا التحقيقات ضد، شوف مليح المكر، ضد الوكالات العقاريه في وهران. نعم. بطلب من الوالي. لكن التحقيقات اللي هي في الاصل توجهت بمراسله من الوالي في الوكالات العقاريه كانت موجهه ضدي، لان التحقيق وين توجه؟ طبعا راح الوكالات العقاريه، راح الاملاك الدوله، راح الاراضي الفلاحيه، راح لو بي جي، راح لو بي ال اف وكذا. نعم. لان كان المقصود هو فريق. بعد ما ولكن شوف المكر، حمله اعلاميه مركزه. يحكي لي واحد مدير رئيس تحرير نتاع جريده الراي في هذاك الوقت، قال لي كل يوم يجي لنا المطار في نهايه اليوم يجيب لنا ما ننشره على فريق في الجريده نتاعنا يوميا، وهذا طبعا تجاوز خطير في سير التحقيق طبعا معروف. حتى تجاوز حقيقي في كبير في حق الصحافه يعني. طبعا. نعم. طبعا. فالتحقيقات نتاع الامن. نعم. المفروض للاسف رئيس امن الولايه متهم في قضيه لادروك ويفتح تحقيق علي انا ويتهمني باللي انا وراه. كان المفروض تكلف به مصلحه اخرى الدارك والله اخرى اذا تعتبره دليل. لازم. من الادله ايضا شوف الحمله الاعلاميه اللي شنوها عليا وانخراط الوالي قوادري في الحمله اللي عمرها ولا صارت. لا بوليس يحقوا، الصحافه تنشر، والولي يخرج يدير ندوات صحفيه ويتهمني باللي انايا بديت العقار وانا كذا. يعني تعتقد انها كانت حمله كانت خليه تشرف على هذه الحمله؟ هذا حاب يقول. نذكر اول من كلمني في الموضوع هذا هو مدير ليكودورو. نعم. مدعو جباري يوسف. قال لي وقتاش لقيت اول يعني ادله، قال لي اول وقتاش لقيت قاده هزيل. قلت له علاه؟ قال لي راكم تضربوا فينا في الظهر وراكم كذا وراكم كذا. كوبيت عليه، وهذا عندي معه سابقه، نحيت له قطار تاع ارض في عين الترك، حكايته معروفه. الحاله الثانيه تاع دائما عندها العلاقه، لقيت المدعو بالنعوم اللي كانت عنده جريده الراي. نعم. لقيته في فلاليتي في قسافير، وكان قاعد هو مولود شرفي الله يذكره بالخير. لما قعدت بورها مولود شرفي يعرف الحكايه ناض، قعدت مع هذا بالنعوم قلت له موسى علاش عليك يعني هذه الجريده؟ هو اسمه موسى. موسى، هو يقولوا بالنعوم محمد ولكن هم المدعو موسى. نعم. قلت له علاش عليك هذه الجريده نتاعك شن عليها حمله؟ قال لي لانك انت تامرت علينا مع قاده هزيل اللي وراكم ودرتوا بنا ولا اتهمتونا بلا ضرب الى اخره. فالحمله كانت واسعه. تصور كلمت الوالي قوادري قلت له وش هذا؟ قال لي ما على باليش. لما عاودت كلمته اعطى لي انفيرسي واعطى لي كذب عليا. قال لي راه القاضي هذا قريق اللي مكذب باللي بتاع قدازيل هو اللي اعطى انابه قضائيه ضدك وما عارف. المهم انا اتصلت بالقاضي وقال لي اسمك موش مذكور عند قدازيل اصلا، ولكن قال لي حذاري راهم يحوسوا عليك. جنرال كمال يتصل بنسيبي ويقول له انا راني خاطيه، ولكن هو لو كان يتآمر ضدنا مع الجماعه في العاصمه. أنا يعني حتى هما متهمينك انك طبعا وراء تفجير قضيه الكوكايين. نعم. هما يتهموا ولكن ما حبوش يقولوها. نعم. ما حبوش يقولوها. ما حبوش تلتقي الجنرال كمال عبد الرحمن في هذه الفتره بالذات يعني؟ كاش وساطات للقاء لحل المشكل بشكل والله طلب مني الكولونيل الزبير، الحاج الزبير الله يرحمه كان جاري. نعم. وكان يتبع الاحداث، وهو كما ذكرت لك صديق الجنرال كمال. كان طلب مني قال لي بشير تاخذ راي روح لوهران واطلب السماح من الجنرال كمال. قلت له يا اخي
واش درت انا الجنرال كمال حتى نطلب منه السماح؟ قلت له نروح وما نطلب منه السماح، ما عندي حتى علاقه به. ف يعني تقول لي على الوساطات وكذا، ما عندي حتى علاقه به. واش من الوساطه؟ ما عندي حتى يعني باش يعني شفنا باللي ممكن حسابات قادمه او تصفيات حسابات دفعتوا ثمن في اثنين. هو يعني تشوهت سيرته بقضيه الكوكايين، وانت خذيت السجن 7 سنوات في السجن، ولكن بقى الموضوع الى الان الغاز، مجرد الغاز. المراقب مش قادر يتاكد من الظالم ومن المظلوم في الحكايه. في كل الحالات انا هو المظلوم، انا هو المظلوم. ولكن لما تتهمه هو باللي هو اللي كان وراء سجنك، ايضا الرجل ليس لديك ادله عليه. ذكرت لك عندي قرائن وذكرتها لك. نعم. ذكرتها لك، حكيت لك هذا اللي كودورا كما كلمني. نعم. يعني باللي. طيب تعتقد انه هم اللي فتحوا التحقيقات عليك في وهران؟ لخص لي التحقيقات، كيف بدات، حجم التهم التي ساقوها ضدك، وكيف انتهت؟ التحقيق بدا كما قلت لك مباشره بعد ايداع قدهزيل السجن. نعم. الآلة الأمنية تحركت خلال. هنا اللي قالوا عندك أملاك في إسبانيا، عندك عمارات، عندك. نعم. هما كانوا يحوسوا على الإثارة، وكانوا يحوسوا التأثير على الرأي العام. نعم. وعلى العدالة. وكان الخطاب اللي مشاوه أن رئيس الجمهورية هو اللي آمر بالتحقيق وسجن فريق. نعم. هذا للتأثير أيضا على العدالة في هذاك الوقت. نعم. وهذه حقائق أم أكاذيب؟ كذا كلامهم. أنا مانيش عارف إذا كان الرئيس هو أعطى، ما أعتقدش. نعم. الله أعلم. هما روجوا لهذه الفكرة. نعم. هذه. نعم. بدعوى أن الرئيس بلغوه باللي حكاية في المخدرات هذه فريق وراه. نعم. فطلب تحقيق. العلم لله. التحقيقات كما قلت لك انطلقت في شقها الأمني. حوالي 400 مواطن إذا ما خاطنيش الذاكرة تم سماعهم في أمن الولاية. أمن الولاية تاع وهران من الريد شوسي حتى الدارني ايطاج مخصص للملف القضية تاع فريكي يوميا عشرات المواطنين. وكان المواطنين استماعهم كشهود أم كيس يسمعوا لهم كمتهمين. كل واحد خاصة المستفيدين من العقد. طبعا هم يحوسوا على المستفيدين. كانوا يحوسوا كان شي واحد يشهد قال انا اعطيت له رشوه والله يعني شيء من هذا القبيل. نعم. وكانوا يضغطوا على كثير منهم، عيطوا لي قالوا لي يا ولدي راه ضغطوا علينا رئيس امن الولايه وقال لنا المهم جبدوا فريق قالها وكذا وكذا باش كيفاش يقولوا تغرقوه. نعم. وحنا انتم تخرجوا منها. كثير من اتصلوا بيا. في النهايه بعد طبعا من هنا خرجت طوال هذيك المده هذيك خرجت حكايه يعني الحمله بلغت ذروتها. نعم. وموجوده حتى في التقرير نتاع الامن وموجود عندي، وين يقولوا انا عندي حساب فيه 400 مليار وعندي فندق في اسبانيا وعندي موش فيلا تور في حيدرة برج في حيدرة وفيلات وكذا. يكفي سي محمد انهم اتصلوا برؤساء الولايات ورؤساء من ولايه جيج العنابه وباتنا العاصمه كل ما تعرفوا واش عنده. فصبحت ملاحق وكأنني مجرم. وهو الهدف من نعاود نقول هو الإثارة، لأن هذا هو الإثارة. صناعة رأي عام ضدي للتغطية كما قلت عن قضية الكوكايين. يعني كل هذه أدلة يعني ما لا تحتاج إلى فلسفة كثيرة. واش كل المتهم الجنرال كمال قوادري مقراني هذا رئيس أمن الولاية. رئيس أمن الولاية هذا الخلفيات نسيت ما ذكرتهاش قبيله. كان بنى في عين ترك في بناء حتى المساحه خضراء بناها وهو رئيس امن الولايه نتاع بالعباس. واعطيت امر وريبتها وهو رئيس الدائره نتاع عين ترك هذاك في بودوايه بالحيه وموجود وهو ينبهني. فكانت حسابات. المهم كيف انتهت التحقيقات المهم نجحوا في طمس قضية كوكايين وخلق رأي عام ضد فريق ضد بشير فريق. صدقني ولادتي واحد الوقت متخوفوا. عندي طفل كبير معروف يقول عادل ويقول لي بابا ما يقولش بابا يقول لي بشير. قال لي بشير احنا عندنا هذا الشيء هذا كله ما قلتلناش. قلت ما شاء الله لا يرزقنا يعني اخلاقيا. نعم. تمنيت وقلتها المره تمنيت في الاصلاحات نتاع العداله
الضبطية القضائية يكون لها ضوابط. لما القاضي يلاحظ باللي فيه تجاوز وفيه تعمد في تزييف الحقائق لازم يتابع، ما نخليهش هكذاك. انت باي صفه انت رئيس امن الولايه تعطي المعلومات يوميا للصحافه تنشرها وانت مطالب بسريه، ولكن لا يمكن ان تنكر سي بشير انهم وصلوا الى تجاوزات حقيقيه. شكون وصل؟ التحقيقات التي انطلقت من وهران وانتهت عند مجلس الدولة أين تم توقيفه. أنت باغي توصل لي للمحكمة العليا. نعم. أنا باغي نتوقف لك قبل المحكمة العليا لأنها مهمة. الملف أخذ مساره قبلها. نعم. حاولوا جري إلى المحاكمة في وهران، أنه يتم توقيفك في وهران، توقيفي أو سجني أو استجوابي، سميها كما شئت، ولكن وهذا بشهادة سي حمد يحيى كان وزير العدل. قالها في مجالس وقالها لصديقي كان وزير معاه، قال له أنايا أقصى ما يمكن نديروه هو أنني نطبق القانون، راهم بغاو يديوه لوهران ويحكموه في وهران. أنت كوالي لازم المحكمة العليا هي المختصة. نعم. وانا نسجل النوه بالموقف الشجاع نتاع رئيس مجلس قضاء وهران انذاك، ما نسميش اسمه، راح حالي في المحكمة العليا قال لي بالحرف الواحد انذاك، قال لي ما وقفتش معك، وقفت مع القانون لان مجلس قضاء وهران غير مختص. يعني رفض توقيفك في وهران؟ طبعا رفض. من كان يريد توقيفك في وهران بالضبط؟ حضرك هما في هذاك الوقت من يعصي امر الجنرال كمال في وهران. يعني تعتقد انه هو اللي كان يوجه في العمليه؟ كان يحاول. كان حمدي باشا نائب عام، حمدي باشا انسان ما يعرف، كانت عندي معه سابقه في وهران بكل صراحه ما كانش. طيب سي بشير، حصرت الاتهامات، اعطينا الاتهامات التي استطاعوا اثباتها. ما استطاعوا هما ما يثبتوا حتى شيء، كانت مجرد تخمينات وتلفيقات وغيرها. أقصد التهم التي سجنتك المحكمة على إثرها، أكيد فيه تهم أو تجاوزات أثبتت بالوثائق. ما كان حتى شيء مثبت لحد الآن. أنا لحد الآن وحكاية 5 سكنات اسمح لي. نعم. لحد الآن بريء إلى أن العكس. لحد الآن هذه حكاية 5 سكنات لما الملف سي محمد نتاع كلاس قريب في 5 تهم، ولكن لازم تعرف باللي كيفاش مشات الملف. انا مشيت للمحامي خليلي الله يذكره بالخير الله يرحمه. لما شاف الملف وعرف الحيثيات نتاعو وعرف باللي نتيجه لا لانه هو كان حاكم الملف نتاع قضاء زيل، قال لي لازمك تغادر التراب الوطني، راهم يحوسوا عليك. المحامي تاعك قال لك لازم تغادر؟ خليلي معروف، قال لي لازمك تغادر، قال لي راهم يريد. يعني هو تاكد انه مصيرك السجن خلاص تقريبا. قال لي لازمك تغادر، قال لي اذا عندك الفيزا مشي اليوم، اذا ما عندكش مشي لتونس وانا نجي نخرجك لفرنسا ونشن عليهم حمله عن طريق لي زوانجي تاع حقوق الدفاع. رفض قاطع. طيب ولكن قبل ما ترفض فكرت تهرب؟ ابدا. يعني ما ولا لحظه؟ ابدا ما نقدرش. بعد ما ديت دفعت 7 سنوات من عمرك في السجن، يعني في السجن فكرت ندمت انك ما هربتش؟ والله بكل صراحه ما نقدرش، ما في الصدر ما فكرتش. نعم. ما فكرتش، ما نقدرش نهرب لحد الان. ستار فير ما نهربش لان في الظرف هذاك انا كنت على يقين بلي ما درت حتى شيء قانوني. انا انسان قانوني واداري، ولحد الان راني نقول باللي التهم المنسوبه لي ما عندها حتى علاقه بالقانون، انا اداري. نعم. من بعد نقول كذا 5 كان فرفضت. باختصار مشينا في اليوم الموعود للمحكمة العليا. سمعني قاضي التحقيق بحضور خليلي الله يرحمه وبحضور الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم على قيد الحياة. نعم. كانت حاضرين، كانوا الممثلين تاعي. دخلنا، أنا نفضل ما نتكلمش على القاضي كيفاش تلقى 2 مكالمات هاتفية إلى آخره. هذا هو التحقيق النهائي اللي تم توقيفك منه إلى السجن. طبعا منه. نعم. قعدت معاه ما نتذكرش حوالي 2 ساعة ونص. نذكرت تلقى 2 مكالمات هاتفية. ولكن انت لما خرجت من البيت متاكد انه مش حترجع؟ يعني راودك الشك في انه شوف حكايه طويله. علاش هذا هو كتابه سي محمد في حوالي 350 صفحه. نعم. ما نقدروش نلخصوها في دقائق. نعم. انا هذا قاضي التحقيق سعيد وعرفت اصدقائه واتصلوا به. لافاي عيط لي صديقه من تنس
كان قائد مجموعة الدرك، قائد جهة وجماعة الدرك، نعرفوا منذ. قال لي راهو كلمته وراه قال لي القاضي قال لي طلع الملف وقول له راهو ما فيه حتى شيء، راح نسمعك في أسوأ الحالات، يعني نديرك تحت الرقابة القضائية. لكن مع هذا كان عندي ما كنتش مطمئن لأن نعرف القوى اللي واقفة ضد التقرير، خاصة وأن الترويج الشائع أنذاك أن الرئيس هو اللي أمر هما روجوا لها باش يأثروا على العدالة. نعم. وفعلا نجحوا فيها. فمشيت التحقيق قلت اسمع لي القاضي، سمع أول تقريب إشكاليات توجه لي التهم اللي داروها في الضبطية القضائية اللي هي الشرطة، حوالي 9 تهم: التبديد، التزوير، تحويل الأراضي الفلاحية، يعني مجموعة تاع تهم. فأنا كنت محضر روحي لأن التهم كانت عندي، أولتها الكثير منها تنشر في الصحافة خلافا للقانون. ثانيا جبت كما يقول واحد ريكيزيتوار نتاع النائب العام اللي أعطاه القاضي التحقيق باش يتبع لنا. فجاوبت كي كملت القاضي التحقيق قال لي انتظر شويه، انتظرت واحد نص ساعه، من بعد جا قال لي سي فريك رانا قررنا باش نديروا لك امر ايداع. نعم. قلت لي انه تلقى مكالمات، 2 مكالمات هاتفيه. نعم. وانا كل حاجه المراه هذه مازالت على قيد الحياه. 2 مكالمات هاتفيه، ما تكلمش بزاف. نعم. كان الرد نتاعو كالتالي: وي الي لا الي لا. في الهاتف الي لا على مرتين بيناتهم حوالي ساعة. تعتقد سي بشير انه تلقى تعليمات بتوقيفك؟ ما فيش شك. والله شوف، انا من طبيعتي ما نروحش الاكسترام، توقع، لانني انا كوالي حملة اعلامية وكذا وكذا ومستدعي، ماهوش الشرطة اللي جابتني، مستدعي وجيت كما قال واحد برجلية، كانوا ينتظروا يا هل ترى جا ولا ما جاش. نعم. ممكن هذه كفرضية أخرى أيضا ممكن، فبالتالي الإنسان ما يصدرش أحكام جوزافية على الناس. فلما كملنا القاضي بعد إجراءات كذا قال لي راك أعطينا درنا لك أمر إيداع. ما تفاجأتش لأن كنت نديرها بالحساب. قلت وين جهة؟ قال لي في سركاجي. قلت له سركاجي نعرفها وفي طريقي، مستعد نروح لها على رجلية وضميري مرتاح، ولكن نتمنى انت كي تروح لدارك لولادك يكون ضميرك مرتاح. وانتهينا. من بعد واش نحكي لك على السجن، نحكي لك قبل السجن. مهم جدا دخولك السجن سي بشير. لا قبل السجن سي محمد، لان فيه مواقف نتاع ناس شخصيات في هذاك الوقت. طيب كنت راح نسألك هذا السؤال. أنت يبدو لي شعرت بخيبة كبيرة أنه فيه مسؤولين كبار وشخصيات كنت تعرفها على علاقة وطيدة معها، لكنها خذلتك، يعني ما وقفتش معك في القضية نتاعك تاع السجن. ولنذكر بعض الأسماء سي بشير، نذكر مثلا بتشين خاطئ. أنت كنت محسوب على بتشين؟ لا بتشين خاطئ، بتشين كان خارج اللعبة. كان خارج بتشين. لا خارج بتشين خاطئ. بتشين أقصى ما قاله لي هاتفيا قال لي متى منهمش ما يلعبوش روح شوف بن براهم وشوف خليلي. نعم. هذا بتشين هذا مكان. نعم. طيب بنفليس لماذا بنفليس؟ أولا لأنه كان رئيس حكومة لما سجنت أنت، الرجل هو ابن ولايتك، ويقال أنه له الفضل في تعيينك حتى وزير في بداية التسعينات، ثم لما كان رئيس حكومة ما شفناش، يعني كان يمكن أن ينصفك لو كنت مظلوما فعلا. كما قلت سي بن فليس لا ينكر خير الناس إلا جاحد، هو اللي عاونني وهو اللي دخل باش تعينت والي في سنة 90 مع محمدي وحمروش. نعم. كان وزير عدل. هو اللي عاونني لأنه يعرفني وعلاقتي به طيبة جدا لما كان محامي في باتنا وانا كنت مدير مؤسسه. نعم. هذه من جهه اخرى بن فليس كان على اطلاع، نقدر نقول لك دوري ويومي على الصراعات اللي كنت عايشها في وهرا مع قائد الناحيه. نعم. كنت نخبره دوريا. نعم. وعلاقتي به طيبه جدا. سي علي بن فليس لما جاء كمدير الحمله الانتخابيه للرئيس بكل صراحه وما نخبيش فرحت، لانه هو يعرف
جوهر الصراع، ونعرف باللي كيما قال واحد الضربه راح تجيني من هي. نعم. عارفه. فوعدني قال لي بالنسبه لبوتفليقه احسبوا عليا، رد بالك من المخابرات برك من دياراس. هذه قالها لي، بالك من دياراس. هذه قالها لي في مطار عنابه بحضور الجنرال طورش، كان هذاك كولونيل وكان قائد مجموعه ضبط الولايه. قعدنا ساعه ونص ساعتين ونص في المطار تاع عنابه في اخر يوم من الحمله الانتخابيه سي علي بن فليس. لكن نفضل ما توقعش بزاف. المؤكد انني انهيت مهامي كوالي وسي علي بن فليس مدير الديوان لرئيس الجمهوريه. نعم. هذه نقطه. لما رحت له كلمني الرئيس كما كنت ذكرت، رحت له 10 نتاع الليل ومعايا واحد يعرفه مليح كان سيناتور الثلث الرئاسي. قال لي انا محرج والرئيس ما نقدرش نكلمه في القضيه هذه. ونهيت مهام نتاعي ما يهمش. ومن بعد كلمني قال لي دار الطعن وكذا والى اخره. ما هذه هو. النقطه الثانيه هي الاهم، لانني نعاود نقول لك انهيت مهامي كوالي شيء طبيعي. نعم. ولكن لما هدد بالسجن، ان يزج في السجن، تعتقد ما وقفش معك في موش معتقد. اكيد علاه سي باشا ما وقفش معك؟ ضعفا كان ما عندوش كلمه ممكن على محيط الرئيس، او تجنبا للمشاكل، او ربما مقتنع بالتهم المنسوبه اليك ربما؟ والله شوف بكل صراحه انا سي علي ما شفتوش من بعد. كنت نبعث له جماعه يشوفوه. كان بعد ولا رئيس حكومه امين عام لا تعلان ورئيس حكومه، فكانوا اصدقاء مشتركين يروحوا يشوفوه. المؤكد واحد قال لي راني شفته، قال لي بالحرف الواحد، قال لي انايا ماهوش نعرض روحه للخطر على جالو. هذا قالها بهذه العباره. نعم. فبالتالي انا سي علي اذا كان فيه جانب نتاع اللوم، لان كثير من الناس قالوا لي بن فليس هو اللي دخلك الحبس، وهذه انا نرفضها. نعم. ما كانش منها. ليس له مصلحه ايضا ليس له مصلحه ومستحيل. هو اللي خلقني والي. ممكن ما لم يقف هو لم يقف معي. هل هو ولكن لاحظ الجميع سي بشير في الانتخابات التشريعيه 2002 لما مشى في الحمله الانتخابيه كان يشير اليك او الى قضيتك من حين الى اخر، وقال في تصريح معروف في الصحافة في ذلك الوقت، قال نحن نحارب المفسدين ونحاسبهم ونحاكمهم وكذا، وبدت الإشارة واضحة نحوك، يعني أنه بن فليس عمل حملة انتخابية بالقضية تاعك على أنها تدخل في سياق محاربة الفساد. والله هذا الكلام كاين منه. أنا تبعت وأنا في السجن. نعم. أعتقد في زيارته لولايتي البيض والنعامة إذا ما خانتنيش الذاكرة. انتخابات التشريعية في حملة انتخابية قال هذا الكلام، وقال الآن وقت الحساب جاء والمفسدين انتهى وبدأوا يدفعوا إلى آخره. كثير من الناس والأصدقاء اتصلوا بالعائلة، الزوجة والأولاد، وقالوا لهم راه بن فليس واش قالوا راه قاصد بشير. لكن أنا واش نقول لك، أنا ما نحكمش على النوايا مادام ما ذكرنيش بالاسم. نعم. إذا كان قاصدها هو أعلم. لكن طيب. لكن المؤكد أنه ما عاونيش بكل صراحة. هل هو موش قادر؟ هل هو خايف؟ هل هو متحفظ؟ هو يعرف هذا الشيء. طيب سي بشير، من الشخصيات اللي ربما تسأل لماذا هل وقفت معك أم ضدك العربي بالخير، يعني ظل إلى غاية مجيء الرئيس بوتفليقة رقم قوي في النظام حتى عندما أدخلت السجن. سي العربي بالخير حتى أنا توقف بزاف عند الأموات. كانت عنده علاقة طيبة مع قوادري الوالي الذي فتح عن كانت علاقة طيبة. نعم. فلما اشتدت الحملة ضدي طلبت باش نشوفه، عيطت للكاتب هذا باش نشوفه. قال لها أنا ما نقدرش نشوفه، ولكن إذا عنده تقرير ولا عندي شيء بغى يبلغه للرئيس يكتب لي. وفي عاد انا كان عندي تقرير اديته سجلته في البريد المركزي تاع الرئاسه في الجولف وعطيته له. هذا بالنسبه للعربي بالخير. طيب ويحيى كان رئيس حكومه. ويحيى لا ويحيى كان وزير عدل لما ادخلت السجن. ويحيى عندي معاه زوج كان عندي ويحيى بكل صراحه انسان احترمه
يعني كرجل دوله وكذا، صارت لي به ملاسنه معاه في عنابه لما كان والي. عفوا لما كان وزير؟ لما كان وزير، لما كان رئيس حكومه. نعم، كنت متوالي في عنابه. كنت والي في عنابه، صارت لي معاه ملاسنه، ومعاه مشرنن كانت وزيره التضامن الى اخره، ونتيجه وشايه من والي زميل ما نذكرش اسمه، وكذب عليه، قال له راه عيط لي وقال لي علاه دير باستقبال رئيس الجمهوريه. انت عملت استقبال ويحيى على شكل لا هذا الوالي. نعم. في ولايه مجاوره في العنابه، راح له ويحيى، كي شفت في التلفزيون عيطت له، قلت له يا ولدي راك درت له استقبال تاع رئيس الجمهوريه. وانا اصلا تكلمت معاه، قلت له ما كانش ورقه بروتوكوليه على كيف استقبال رئيس الجمهوريه ووزير. يعني هذا الكلام وصل الى ويحيى قال هو اتخذ منك موقف. هو نقلها له على اساس انني ضد ويحيى وانا رجل تاع بتشين وكذا الى اخره، كلام نتاع مش راح نقول. فلما التحقيق فتح ضدي، بعثت صديق كان وزير سي الخضر ضرباني وموجود بالحياه، بعثته له وقلت له ودي شوفوا واش كاين هذا، انا 4 سنين ونص بحيث غادر توهران، واش كاين هذا؟ فيحكي لي ضرباني درك، هو راه سي الخضر موجود. قال لي لما تكلمت مع سي احمد على القضيه هذه ضحك، قال لي فريك بعثك خايف ننتقم منه. قال علاش ننتقم منه؟ حكى له الحكايه هذه نتاع، قالوا لما جا لي العنابه، لما رحت له العنابه انتقد الحكومه وعيط للوالي المجاور، قال له علاش درتوا استقبال رئيس الجمهوريه؟ قال له انا على كل حال ما نلوموش، لانه هو كان في الصف نتاع بتشين، وبتشين سيتي لو بريزيدون بيس كما قال هو. يعني يحيى من الشخصيات التي تعتقد انها وقفت ضدك في المحاكمه. هو كان قادر يتقصى الحقائق. نعم. كان قادر يتقصى الحقائق، بالعكس كان مقتنع، كان لان هذا الاخ ضرباني قال لي ويحيى قال لي فريق دار هكذا بعد. نعم. طيب من الشخصيات الاخرى، سلال مثلا كان وزير داخليه لما دخلت السجن. لا هذيك الساعه كان زرهوني. سلال استقبلني لما كلمني الرئيس في 99 في وزير الداخليه، كان زرهوني كيف لم يكن له موقف من لا بالعكس كان ضدي. كان ضدي طبعا، ضدي من خلال تقارير. كل ما يعود لك والي وجنرال والصحافه ودير منك شيطان في المجتمع، واش بغيتي؟ الناس كلها خذت موقف منه. طيب لما اسالك عن موقف المخابرات مثلا، الجنرال توفيق كيف تتصور كان موقفه من قضيتك يعني؟ والله في هذاك الوقت اعتقد انه كان يحاول باش كيفاش يقولوا ينقذ الضباط نتاعو اللي كانوا متورطين في الملف نتاع المخدرات، لان مش غير انا من العاصمه، كان فيه الضابط نتاع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه الكورونا الفريد، كان الضابط اللي موجود في وهران اللي دخل. كلهم مذكورين في التقرير؟ لا مش مذكورين، كانوا هما اللي مشاو الحكايه نتاع لا دروغ. كان الكولونيل عبد العزيز نتاع وهران اللي دخلوا، الجنرال كمال دخلوا شهر حبس، عطاله شهر حبس ومن بعد ما عرف. فتعتقد انه من مصلحه الجنرال توفيق انه يطمس القضيه، يطمس قضيه الكوكايين، يطمسها لان رغم انه ربما اتهم بانه هو من هو المؤكد انه على علم بها، المؤكد ان علم عليها. وفعلا الجنرال كمال كما قال لي اليوم الاول ماهيش سهل، تحرك بقوه، وكان عارف باللي الجنرال توفيق على علم بالتقرير وما خبروش. واش تنتظر من الشخصيات اللي تحس انها خذلتك في ذاك الوقت؟ واش راح نقول لك، ما كانش واحد اللي وقف معايا بكل صراحه، الناس كل خايفه. نعم. الناس كل خايفه، لان الانسان اللي عنده هذا انت تقول فيها الاموال القارونيه 400 مليار، يعني لو كان عندي فورغون وكل يوم نبراكي قدام تريزوري د الولايات وهران ما نديرش المبالغ هذه. نعم صحيح. داروني بارون مش عارف. ولكن سي باشا حتى لا يعني تفهم على انك تحاول طمس قضيتك في مقابل اثاره قضيه الكوكايين. اثبتت في حقك مثلا حكايه المحلات والعقارات والسكنات التي مديتها لافراد من عائلتك. شوف بعد 6 شهور بعد عام من التحقيق على التحقيق وغرفه الاتهام. نعم. كاين زوج، التحقيق وغرفه الاتهام على مستوى المحكمه العليا وانا في السجن. تمت احاله القضيه امام محكمه الجنايات بتهمه التبديد. نعم. التبديد نعود به والمشاركه في التبديد. وهنا سي محمد ما تجبرنيش باش نرافع، لان القضيه ما زالت مطروح. ما ترفعش سي باشا. شوف اسمح لي، سؤال محدد. لا التهم اللي وجهوها لي هو التبديد.
ما هي وقائع التبديد؟ هي توزيع 5 سكنات و5 محلات. نعم. والمشاركة في التبديد من خلال توزيع قطعة أرضية ملك للدولة لفائدة الوكالة العقارية لبلدية وهران. نعم. هذه هما الوقائع المنسوبة لي. نذكر باللي هذه الوقائع تاع 5 سكنات و5 محلات بعد 27 شهر من سجن الحبس المؤقت وأثناء المحاكمة الأولى القاضي أمر بتعيين خبير لتحديد المبلغ. قاضي التحقيق حدد المبلغ، عفوا محكمة غرفة الاتهام حددت المبلغ تاع التبديد جزافي ديال بين 500 مليون، يعني 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار. المبلغ تاع التبديد. القاضي قال ماذا بيا نعرف المبلغ، لان في هذاك الوقت هذه الجريمه تاع المال العام كانت تحكمها الماده 119 تحدد العقوبه على حساب المبلغ. فعينوا خبير وعطوا له مده تاع 45 يوم. سي اخينا هذاك وما نتكلمش على الابتزاز اللي تعرضت له، هذا الله غالب ما عنديش بيان، دارنا بريسيون وبعثنا ناس وكذا وكل عليه ربي. بعد عطاو له 45 يوم باش يدير التحقيق نتاعو وتحقيق الخبره نتاعو. ظرف فيها عام توصل الى الغاء السكنات ال5. قال ال5 هذه التوزيع نتاعها شرعي ومكان. 5 محلات نحى 3 محلات وقال هذو كيف التوزيع نتاعهم شرعي. احتفظ ب2 محلات، واحد استفاد منه زوج ابنتي في اطار تشغيل الشباب، والملف موجود اليوم الغدوه في عمره في هذاك الوقت ما نتذكرش حوالي 35 33 سنه في اطار تشغيل الشباب. والمرسوم تاع توزيع المحلات يعطي حصه تاع 15% للوالي يتصرف فيها وفق كان القانون مازال ما تلغاش. ما تلغاش موجود. يعني تصرفت في حصتك في حصه تاع الوالي. وما كانت افراد من عائلتك انهم يستفيدوا من المحل؟ هذو افراد العائله. هذا المحل نتاع هذا نسيبي دار فيه مدرسه اللي هو مهندس في الاعلام الالي لتعليم الاعلام الالي، فيه 52 متر، وفي حي شعبي ليسطو جماعه تعرف. المحل الثاني في نفس الحي فيه 82 متر. اعطيت حق الايجار للزوجه نتاعي لان باش تستعملوا بنتي، ولحد الان كانت تستعمل على كل حال. هذا المحل الى حد الان هم ملك الافراد عائلتك؟ لا باعوهم. باعوا لان هو المحل في هذاك الوقت ماهوش ملكيه بالمفهوم ملكيه، عباره عن حق العتبه فقط. لان كيفاش انا نعطي ديسيزيون مقرر عندي يروح لو بي جي ديوان الترقية العقاري يدير لهم عقد ايجار. نعم. يسلكوا الكرا تاعهم وراه قاعدين. طيب خليني نسألك سؤال الآن المشاهد يشاهدنا، السؤال اللي يجي في باله مباشرة. يعني الدولة أعطت لك حق أنه تتصرف في 10 أو 15% من الكوطة تاع الممنوع. بالنسبة للمحلات 15 وبالنسبة للسكنات 10. بأي حق؟ يعني هذه الكوطة هذه من المفروض تستغلها لإنصاف الفقراء والكادحين، الناس اللي ما وصلوش اللي ما عندهمش معارف، هذول اللي ندخلهم في الكوطة هذه. بأي حق والي يمد استفادات من هذا النوع من هذا الحجم؟ واحدة لزوجته واحدة لزوج بنته. واش هو الحجم؟ أعطيت لهم آلاف الإقطارات كما مدها قوادري 70 قطار الواحد أو عايش في لندن الضغط في بوسطة.